يستر المدير الفني للأهلي يطالب لاعبي الفريق بعدم إشغال أنفسهم بالدوري المحلي والقرعة التي أقيمت بالأمس حتى لا تأخذ من تركيزهم في مواجهة الترجي التونسي. يستر يفاضل مع جهازه المعاون بين محمد شريف ومروان عثمان للدفع بأحدهم أساسيا في هجوم الفريق أمام الترجي في مواجهة الأحد القادم، وبعض الأصوات في الجهاز المعاون تميل لمحمد شريف كونه الأكثر خبرة في لعب هذه النوعية من المباريات الكبيرة. أحد أفراد الجهاز المعاون ليستر بيقترح على المدير الفني الاستعانة بأحمد نبيل كوكا في وسط الملعب بشكل أكبر الفترة القادمة في ظل التراجع الكبير في مستوى ديانج ومروان عطية مؤخرا. إمر سابيتش وجوني مولب المدربين المساعدين ليستر بيوصلون العمل مع محمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية في التدريبات بشكل تخصصي لكي يعالجون المشاكل الدفاعية التي يرتكبها الثلاثي في المباريات الأخيرة. محاضرات فنية مكثفة من يستر بالمدير الفني للأهلي مع اللاعبين في فندق إقامة الفريق في تونس، وجلسات فردية مع العديد من اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في الترجي التونسي على أمل أن ينجح اللاعبين في استغلالها لتحقيق نتيجة تسهل على الفريق مهمة الصعود من مباراة الإياب. نظرا لقدرات لاعبي الترجي على استغلالها بشكل جيد جدا، يستر بيحذر لاعبي الأهلي بشدة من ارتكاب أخطاء قريبة من منطقة ال18 ومنح المنافس كرات ثابتة في مباراة الأحد القادم، ويؤكد لهم على ضرورة الحد من الركنيات والكرات الثابتة بشكل كبير في هذه المواجهة، خصوصا أن المنافس لديه قدرة كبيرة على استغلالها والفريق يعاني منها بشكل كبير الفترة الأخيرة. الجهاز الفني يقرر تخصيص فقرة يومية في مران الفريق لتدريب اللاعبين على التمركز بشكل صحيح في الكرات الثابتة والركنية بعدما أصبحت تمثل أزمة كبيرة للنادي في المباريات الأخيرة. الترجي التونسي يقرر إقامة آخر تدريبين للفريق قبل مواجهة الأهلي بعيدا عن الجماهير لزيادة تركيز اللاعبين، وذلك بعدما حضرت الجماهير التدريبات الأيام الماضية وأشعلت شماريخ بطريقة جنونية في ظل فشلهم في الفوز على الأهلي في آخر 6 مواجهات بين الفريقين. بعض محللي الأداء في تونس يؤكدون خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية هناك أن الترجي إذا أراد أن يفوز على الأهلي في رادس فعليه أن يستغل جيدا المساحات في ظهر بالعمري ومحمد هاني في التحولات السريعة، وسرحان بن شرقي وزيزو وأجنحة الأهلي في تقديم الأدوار الدفاعية للظاهرين، ويرشحون دياكاتي وكاسيليا أبو علي وحسام تقال التألق بشكل كبير أمام الأهلي وتشكيل خطورة كبيرة على مرمى الأحمر، ويصفون تريزيجيه بالأخطر على مرمى الترجي في الكرات العرضية وإمام عاشور بالأخطر على مرمى الترجي في التسديد من خارج ال18. بعض المحللين التوانسة يؤكدون أن ما فعله جمهور الترجي في التدريبات الأخيرة للفريق يحمل اللاعبين مسؤولية كبيرة قبل مواجهة الأهلي، لكنه سلاح ذو حدين، فقد يكون في صالح الفريق ويمنح اللاعبين دوافع أكبر قبل المباراة وقد يضع عليهم ضغوط سلبية أيضا. ويؤكدون أنه لابد من التحضير الفني بشكل أفضل قبل المواجهة وتوفير الهدوء التام للاعبين قبل المباراة. حسن الغرب المحلل التونسي يؤكد أن جماهير الترجي ستشكل رعب حقيقي للأهلي ولاعبيه يوم الأحد القادم، وستزلزل ملعب رادس تحت أقدام لاعبي الأهلي لمساندة الترجي. وما فعله الجمهور في التدريبات الأخيرة للفريق يمنح لاعبي الترجي دوافع كبيرة لتحقيق فوز مريح قبل مواجهة الإياب، وهو يثق أن جمهور الترجي سيكون اللاعب رقم 1 في هذه المواجهة وسيكون له تأثير كبير، ويثق أيضا أن الجماهير واعية ولن تشعل الشماريخ في المباراة مثل التدريبات لتجنب عقوبات الكاف، خصوصا أنه يوجد فرق كبير بين المباريات الرسمية والتدريبات. جلسات مستمرة من تريزيجيه وبعض اللاعبين الكبار مع بقية زملائهم في تونس لتحفيزهم وشحنهم معنويا ونفسيا قبل مواجهة الترجي لإخراج أفضل ما لديهم في المباراة وتحقيق الفوز، خصوصا أن الفوز بهذه المواجهة إن حدث مؤكد سيكون نقطة انطلاقة جديدة للفريق في الفترة القادمة. كونه المسؤول عن اختيار اللاعب ومن قام بترشيحه. سيد عبد الحفيظ يستغل تواجده مع الفريق بتونس للحديث مع كاموش بشكل فردي لدعم اللاعب الأنجولي معنويا ونفسيا على أمل أن يساعد الفريق الفترة القادمة وأن يظهر بمستوى مغاير، والتأكيد للاعب أنه يثق أن الفترة الماضية كان السبب فيها هو عدم جاهزيته الفنية والبدنية، خصوصا أن هذا ليس مستواه الحقيقي. جماهير الأهلي تنتظر توضيح من رابطة الأندية وشركة تذكرتي للفيديو المنتشر لدخول أعداد كبيرة من جماهير الزمالك للمدرجات بدون تذاكر وبكل سلاسة ويسر، وذلك في ظل الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الزمالك في مباريات الأبيض الأخيرة. قناة الزمالك تواصل الخروج عن النص دون حسيب أو رقيب وتقلل من يستر بالمدير الفني للأهلي، وتواصل الترويج لأكاذيب بأن رابطة الأندية كانت تجامل الأهلي الموسم الماضي حتى لا يخرج بموسم صفري.
وتهاجم أقطاي لاعب إنبي بكل وقاحة وقلة أدب وتحرض الجماهير ضده بسبب اللعب بروح أمام الزمالك والرد على مشجع أبيض تجاوز في حقه وحق أسرته، وهو ما استدعى اللاعب البرازيلي خوان ألفينا للاشتباك معه بعد المواجهة. جماهير الأهلي تنتظر اعتراض من النادي على إقامة مباراة الفريق الأولى في الدور الثاني من الدوري أمام سيراميكا في ملعب المقاولون العرب الذي لا يصلح للعب كرة القدم، والرابطة تؤكد أن المباراة كانت من المفترض أن تقام في ملعب هيئة قناة السويس، لكن لأن الأهلي لا يلعب في الإسماعيلية ستلعب المباراة في الملعب البديل لسيراميكا وهو ملعب المقاولون. الأهلي ينفي كل ما قيل عبر أون تايم سبورت بالأمس عن منافسة بيراميدز على ضم أحمد حجازي نهاية الموسم، ومصدر بالنادي يؤكد أن التوجه حاليا هو إعادة المفاوضات مع محمد عبد المنعم، وإذا فضل اللاعب الاستمرار في أوروبا فسيكون التوجه للتعاقد مع مدافع أجنبي، وليس هناك أي تفكير في أحمد حجازي أو رامي ربيعة. تقارير صحفية تؤكد أن الأهلي يفاضل بين أحمد رضا وعمر الساعي لإعادة أحدهم من الإعارة مع أحمد خالد كباكا، والذي أصبح هناك استقرار كبير على عودته. تحفظ من عماد النحاس على فكرة قيادة أحد فرق قطاع الناشئين بالأهلي الموسم القادم في ظل امتلاكه عروض من أندية في الدوري وعروض خارجية. أنباء عن وجود توجه في النادي الأهلي لإبعاد عادل مصطفى عن الجهاز الفني بنهاية الموسم الحالي وتعيين رضا شحاتة بدلا منه أو إعادة سامي قمصان في ظل عدم اقتناع مسؤول النادي بدور عادل مصطفى في الجهاز الفني الحالي. الأهلي ينفي تماما منح الخطيب ياسين منصور نائب رئيس النادي الحرية الكاملة في التصرف مع يسترب وإدارة كل ملف الكرة بشكل كامل، ويؤكد أن نائب رئيس النادي سيحصل على بعض الصلاحيات لكن ليست صلاحيات كاملة، والخطيب سيتدخل في أغلب الأمور ولن يرفع يده بشكل كامل مثلما تردد. البعض في الأهلي يطالب بتعيين ضياء السيد رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي الفترة القادمة وتعيين وليد سليمان في منصب آخر في ظل حالة عدم الرضا بالنادي عن القطاع الفترة الأخيرة، وتعيين أسامة عرابي أو عادل عبد الرحمن أو أحد نجوم النادي السابقين في الأجهزة الفنية داخل القطاع لتطوير المواهب. اجتماع بين سيد عبد الحفيظ ومجدي طلبة نجم الأهلي السابق وعصام سراج الدين وشخص آخر غير معروف اسمه حتى الآن بعد عودة عضو مجلس الإدارة من تونس لاختيار أحدهم مديرا للتعاقدات بالنادي. وليد سليمان يواسي إبراهيم الأسيوطي الظهير أيمن الأهلي الشاب بعد إصابته بقطع جزء في الرباط الصليبي. تقارير صحفية تؤكد أن هناك انفتاح كبير في الأهلي لمنح محمد الشناوي الفرصة للخروج أو الاعتزال بنهاية الموسم الحالي. ناصر منسي يرحب بتمديد عقده مع نادي الزمالك وينتظر تقديره من قبل النادي الأبيض. بيراميدز يستقر بشكل كبير على طلب حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك في الدور الثاني من الدوري. أحمد عبد القادر يفتتح أهدافه مع نادي القرمة العراقي بهدف رائع وبمهارة خاصة ويحتفل بطريقته المميزة. أولمبياكوس اليوناني يعلن تجديد عقد أيوب الكعب بعد تألقه الكبير في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.